بعد ما نفذنا كل الخطوات بتاعتنا، تعالوا نشوف نتيجة وتأثير الكلام ده فعليا على التليفون. هنروح على الضبط، بعد كده البطارية والعناية بالجهاز، ونضغط على البطارية، وهنا عايزك تلاحظ الفرق اللي حصل. مبدئيا نسبة الشحن زي ما هي 46%، اللي اختلف بس ان البطارية بنفس نسبة الشحن دي بدل ما كانت البطارية هتستمر معاك لغاية 23 ساعة بس، لأ ده البطارية بعد تنفيذ الخطوات بتاعتنا هتستمر معاك فترة أطول وهتدوم لغاية 3 أيام و19 ساعة. اهلا وسهلا متابعين قناة تركاية في فيديو جديد. لو بطارية تليفونك ما بتكملش معاك وبتخلص شحن بسرعة وعايز تشوف حل للمشكلة دي، تابع الفيديو ده وانا هقولك على مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة اللي هتخليك تسيطر على بطارية تليفونك وهتدوم معاك فترة اطول وشحنها مش هيخلص بسرعة. وبالمناسبة في نفس الفيديو ده هتلاقي فيه تريكاية جبتها لك على الماشي هتفيدك جدا لما تكون في مشوار وتليفونك هيخلص منك شحن ومش عايز يفصل. هتنفذ التريكاية اللي هقولك عليها وهتدعيلي لان تليفونك مش هيفصل معاك تاني. وقبل ما نبدأ الفيديو عايز اثبت لك ان الخطوات اللي هننفذها مع بعض مش كلام فاضي، لا دي بناء عن تجربة فعلية انا شخصيا جربتها على اكتر من تليفون كان فيه مشاكل في البطارية، وهخليك تشوف تأثيرها على التليفون قبل ما تكمل الفيديو. وهنعمل تجربة على التليفون ده اللي فيه مشكلة في البطارية ودايما بتخلص شحن بسرعة، واول حاجة هنعملها تعالوا نبص على حالة البطارية قبل ما ننفذ الخطوات بتاعتنا، وهنشوف بعد كده ايه اللي هيحصل في التليفون بعد تنفيذ الخطوات. طبعا الخطوات ممكن تختلف من تليفون للتاني، لو ما عرفتش تنفذ الخطوات اكتب لي نوع تليفونك في التعليقات وانا هرد عليه. هنروح على الضبط، بعد كده البطارية والعناية بالجهاز، ونضغط على البطارية. وهنا يا صديقي عايزك تلاحظ حاجتين. الحاجة الأولى نسبة شحن البطارية، وهنا زي ما ظهر قدام حضرتك 46%. الحاجة التانية اللي عايزك تلاحظها ودي اللي بتبين حالة البطارية وقوتها، النسبة دي هتخلي البطارية تدوم وتستمر معاك لغاية امتى؟ فزي ما ظاهر امامنا ان النسبة دي بالوضع ده اللي هي 46% ومن غير ما تستخدم التليفون نهائي هتخلي البطارية تدوم معاك بس لغاية 23 ساعة. ودي مدة قليلة جدا. فانا دلوقتي هنفذ الخطوات على نفس التليفون ده وهنرجع نشوف الفرق اللي هيحصل في حالة البطارية. بعد ما نفذنا كل الخطوات بتاعتنا تعالوا نشوف نتيجة وتأثير الكلام ده فعليا على التليفون. هنروح على الضبط، بعد كده البطارية والعناية بالجهاز، ونضغط على البطارية. وهنا عايزك تلاحظ الفرق اللي حصل. مبدئيا نسبة الشحن زي ما هي 46%، اللي اختلف بس ان البطارية بنفس نسبة الشحن دي بدل ما كانت البطارية هتستمر معاك لغاية 23 ساعة بس، لأ ده البطارية بعد تنفيذ الخطوات بتاعتنا هتستمر معاك فترة أطول وهتدوم لغاية 3 أيام و19 ساعة. طبعا ده لا سحر ولا شعوذة، كل الموضوع اننا فهمنا بس طبيعة التليفون وخصوصا التليفونات التي تعمل بنظام الاندرويد، واكتشفنا العيب الموجود في النظام ده اللي بيخلي حاجات كتيرة في تليفونك بتشتغل من وراك من غير ما انت بتستخدمها وبتستهلك شحن كتير من البطارية. وقبل ما نبدأ الخطوات يا ريت يا صديقي العزيز ما تخليش المعلومة تقف عند حضرتك، واعمل لايك للفيديو عشان يوصل لغيرك والكل يستفيد وعشان تشجعني ان استمر واقدم المزيد. وسريعا كده هنتكلم عن اول خطوة هننفذها مع بعض، بس عشان نكون متفقين مش عايزك تستهين باي خطوة فيهم عشان توصل للنتيجة المطلوبة. اول خطوة بتتكلم انه في 4 حاجات في تليفونك عايزك ترشد استخدامهم، يعني تشغلهم لما يكون محتاجهم بس وتقفلهم لما يكون مش محتاجهم. الاربعة دول هما الواي فاي وبيانات الهاتف والبلوتوث والموقع. الاربعة دول لو نسيتهم شغالين كده من غير ما تستخدم التليفون هيستهلكوا من 30 الى 35% من طاقة البطارية لوحدهم كده. فحضرتك لما بتشغل واي فاي مثلا في قطعة الكترونية في بوردة التليفون خاصة بالواي فاي بتشتغل، وطالما بتشتغل فمحتاجة طاقة، فعود نفسك طالما ما شغالش على الواي فاي اقفلها. نفس الكلام ده هتعمله في بيانات الهاتف والبلوتوث والموقع. الجديد بقى والتركية اللي هقولك عليها واللي انا واثق انه في ناس كتيرة ما تعرفهاش وهتستغرب وتتفاجئ لما اقولها، ان الواي فاي وبيانات الهاتف والبلوتوث والموقع الاربعة دول لو انت قفلتهم بيفضلوا برضو شغالين من وراك وبيستهلكوا من شحن البطارية. وده العيب اللي احنا قلنا عليه في نظام الاندرويد، انه بيسيب حاجات شغالة من وراك من غير ما انت تستخدمها، وده السبب اللي بيخلي بطارية تليفونك تخلص شحن بسرعة من غير ما انت بتستخدمها. طب ازاي نقفل الحاجات دي ونمنع انها تشتغل في الخلفية وتشتغل بس لما احنا نشغلها؟ اول حاجة فيما يتعلق بالواي فاي والبلوتوث،
في اعدادات في التليفون خاصة بالاتنين دول هنلغي تفعيلها عشان ما يشتغلوش في الخلفية تاني. هروح للايقونة الخاصة بالموقع ونضغط عليها ضغطة طويلة. بعد كده نضغط على خدمات الموقع وننزل تحت شوية ونلغي تفعيل الخيارين دول. الخيار الأول زي ما انت شايف انه بيسمح للتطبيقات انها تستخدم الواي فاي حتى لو كانت الواي فاي مقفولة، فخلاص شكرا هنلغي التفعيل من الاختيار ده. نفس الكلام الخيار التاني بيسمح للتطبيقات انها تستخدم البلوتوث حتى لو كان البلوتوث مقفول، ايضا هنلغي تفعيل الخيار ده. وبكده حلنا اول مشكلة اللي هي خاصة بالواي فاي والبلوتوث، وهنمنع تشغيلهم في الخلفية مرة تانية. ثانيا فيما يتعلق بالموقع او اللوكيشن، ايضا في اعدادات في التليفون خاصة بالموقع لازم نلغي تفعيلها عشان نضمن ان الموقع ما يشتغلش في الخلفية ويشتغل بس لما احنا نشغله. مبدئيا كده اللي بيستخدم خدمات الموقع في التليفون هي التطبيقات والالعاب، فهنا هتختار تطبيق ونبدأ نغير في اعداداته. هنروح على الضغط ومنها الى التطبيقات، وهتختار على سبيل المثال تطبيق انا فودافون ونضغط على الاذونات. بعد كده تختار الموقع الجغرافي، وهنا زي ما ظاهر امامنا ان نظام التشغيل بيدي السماح للتطبيق انه يشغل الموقع على طول، فاحنا هنغير الاختيار ده ونخليه يتطلب في كل مرة. وده معناه انك انت بتقول للتطبيق شكرا كده انا حذفت منك الصلاحية انك تقدر تشغل الموقع في الخلفية مرة تاني، ولما يكون عايز تشغل الموقع تستأذن مني الاول وانا اللي هشغله لك. نفس الكلام طبعا هتنفذه في كل التطبيقات الموجودة في التليفون عندك. وبكده حلينا المشكلة التانية الخاصة بالموقع انه قفلنا انه يشتغل في الخلفية مرة تانية. ونيجي بقى للخطوة التانية وهي امتداد للخطوة الأولى، وهنتكلم عن نفس العيب الموجود في نظام الأندرويد اللي بيشغل حاجات في الخلفية من وراك من غير ما أنت بتستخدمها. الموضوع ده من أكتر الأسباب اللي حرفيا بتدمر بطارية تليفونك، لأن نظام الأندرويد بيخلي أي تطبيق عندك في التليفون شغال في الخلفية حتى لو أنت قفلته. تعال نضرب مثال عملي. فمثلا لو شغلت تطبيق شريت، بعد كده عملت له إغلاق من هنا ومن هنا عملت له إغلاق نهائي لأنك أنت حاليا مش محتاج التطبيق. طبعا أنت متخيل إنك أنت بكده قفلت التطبيق، لكن للأسف في الواقع إن التطبيق لسه شغال، بس مش شغال قدامك، لأ شغال في الخلفية وبيستهلك من شحن البطارية كمان، وده السبب اللي بيخلي البطارية بتخلص شحن بسرعة من غير ما أنت بتستفاد منها. طب إزاي نلغي تفعيل تشغيل التطبيقات في الخلفية؟ في طريقتين. الطريقة الأولى هنروح على الضغط ومنها إلى التطبيقات، وهنا هنبدأ نختار تطبيق ونبدأ نغير في إعداداته عشان ما يشتغلش في الخلفية. هنختار أي تطبيق مثلا، بعد كده ننزل للاختيار الخاص بالبطارية، وهنا هتظهر معاك 3 اختيارات. الاختيار الأول معناه إن التطبيق هيشتغل في الخلفية باستمرار حتى لو أنت قافل التطبيق، طبعا إحنا مش عايزين الاختيار ده خالص. الاختيار التاني معناه ان التطبيق في معظم الوقت مش هيشتغل في الخلفية وهيشتغل بس للحظات بسيطة، وده اللي بيسموها ان التطبيق بيبقى في حالة السكون. طبعا يفضل انه معظم التطبيقات عندك تخليها على الاختيار ده، يعني كلها تظبطها على الاختيار ده. اما الاختيار التالت معناه ان التطبيق مش هيشتغل نهائي في الخلفية، وده هيكون مناسب للتطبيقات اللي بتشتغل عليها على فترات بعيدة. طبعا هنبدأ زي ما قلت لك، هتختار تطبيق كده وتبدأ تغير في اعداداته، بس تبعد عن التطبيقات الخاصة بجوجل والتطبيقات الخاصة بالنظام ما تغيرش فيها حاجة خالص. اما بالنسبة للطريقة التانية وانا شايفها اسهل من الطريقة الاولى لانها اسرع. بتروح على الضغط ومنها الى البطارية والعناية بالجهاز، وهتختار البطارية ونضغط على حدود استخدام البطارية، وهنفعل الاختيار ده لو ما كانش متفعل. هنا هتضيف التطبيقات اللي انت عايزها في حالة السكون، هتضغط على علامة الزائد وتختار التطبيق اللي انت عايزه وتعمل له اضافة. هنا هتضيف التطبيقات اللي انت عايزها في حالة السكون العميق اللي هي ما بتشتغلش نهائي في الخلفية. نيجي للخطوة الثالثة وهي خاصة بإشعارات التطبيقات. ايه هي إشعارات التطبيقات؟ مبدئيا هي الإشعارات اللي بتيجي أعلى الشاشة من كل التطبيقات والألعاب الموجودة على تليفونك، زي إشعارات الفيسبوك واليوتيوب والتيك توك والشيرت والجيمز. الإشعارات دي من الآخر كده من أكتر الحاجات اللي بتدمر بطارية تليفونك، لأن الإشعارات دي طالما شغالة بتشتغل معاها كل حاجة في التليفون من تطبيقات ومعالج ورامات والجرس بتاع التليفون، وكل ده طبعا بيستهلك من طاقة البطارية. المشكلة انه اي تطبيق بتنزله على تليفونك بيبقى متفعل فيه خاصية الاشعارات،
عشان كده محتاج تبص على كل التطبيقات والألعاب الموجودة عندك على تليفونك وتلغي خاصية تفعيل الإشعارات منها. فتعالوا نشوف الكلام ده بشكل عملي. هنروح على الضبط ونضغط على الإشعارات، بعد كده نضغط على المزيد، وهنا نبدأ نلغي خاصية الإشعارات من كل التطبيقات. أما بالنسبة للخطوة الرابعة اللي هننفذها مع بعض فهي خاصة بإعدادات الشاشة. أول حاجة هنعملها في الشاشة إنك تبعد عن استخدام الخلفيات المتحركة في تليفونك نهائي، لأنها مش بس بتخلص البطارية بسرعة، لأ دي بتدمر البطارية. يعني لو استخدمت خلفية متحركة مثلا لمدة 6 شهور احتمال كبير تغير بطارية تليفونك. فالخلاصة كده ابعد نهائي عن استخدام خلفية متحركة في تليفونك. تاني حاجة حاول بقدر المستطاع انك تقلل سطوع الشاشة على قد ما تقدر، لان ضوء الشاشة العالي ليه نصيب الاسد في استهلاك البطارية. فلو معلي الاضاءة مثلا كده على الاخر، نسبة الاضاءة العالية دي ممكن لوحدها كده تستهلك 40% من طاقة البطارية. فانت حاول بقدر الامكان تقلل الاضاءة، او ممكن لو تليفونك بيدعم ميزة السطوع التكيفي فعله هيبقى افضل. تالت حاجة في اختيار تحت في الشاشة اسمه زمن توقف الشاشة، وده الوقت اللي الشاشة بتطفي فيه لوحدها لو انت سايب التليفون منور من غير استخدام. حاول تخليه 15 ثانية او بحد اقصى 30 ثانية عشان ده يفيد كتير في توفير الطاقة. نيجي بقى للخطوة الخامسة والأخيرة، ودي الخطوة اللي موقع جوجل بينصح بيها وفي ناس كتيرة ما بتاخدش بالها منها. فهندخل على الإعدادات، بعد كده الحسابات، ونضغط على إدارة الحسابات، وهنا هيظهر معاك كل الأكاونتس الخاصة بيك والمسجلة على كل التطبيقات. المعلومة بتقولك إن أي حساب من دول ملوش لازمة بالنسبة لك ومش مستخدمه امسحه فورا، لأنه بقائه ليه علاقة باستهلاك البطارية. ونيجي للجزئية الأخيرة اللي في الفيديو اللي وعدتك بيها إنك هتستخدمها في الطوارئ لما تكون في مشوار ومش واخد معاك الشاحن وتليفونك خلاص هيخلص منك شحن ومش عايزه يفصل منك. هنروح على الضغط، بعد كده البطارية والعناية بالجهاز، وهتضغط على البطارية، بعد كده نضغط على توفير الطاقة وهنفعل الاختيار الأخير ده، بعد كده نرجع ونفعل خيار توفير الطاقة. هنا هنلاحظ ان التليفون قفل كل التطبيقات وساب لك 4 تطبيقات بس المتاح ليك انك تستخدمهم، اللي هم الاتصال والرسائل والانترنت والضبط. طبعا الاختيار ده بيخلي تليفونك لو نسبة الشحن فيه 1% ممكن يفضل معاك اليوم كله. طبعا الاختيار ده بتختاره فقط في حالة الطوارئ. ولو عايز ترجع للوضع الاول تاني بتضغط على الضبط، بعد كده البطارية والعناية بالجهاز، وهنضغط على البطارية وهنلغي تفعيل توفير الطاقة، وبكده التليفون رجع للوضع الطبيعي تاني. وإلى هنا وصلنا لنهاية الفيديو، فياريت تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة عشان نقدر نكمل ونستمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.